أكلة تنفع حشوات أو حتى سندوتشات وبربع فرخة بس. صلي على الحبيب قلبك يطيب. يا رب اللي يعمل لايك ربنا يرضيه في حياته وفي ولاده. هفضل أدعي الدعاء ده لكل واحد وواحدة سمع الفيديو عمل لايك علق في الكومنتات، بإذن الله الدعاء يكون من نصيبك. أنا جبت صدر فرخة، ربع فرخة بمعنى أصح، نزلت عليه بمعلقة من العسل، معلقة من الفلفل الأسود، وملح وسبع بهارات بس كده، وهسيبهم في التتبيلة دي قد ربع ساعة يا دوبك تتشرب من العسل. هنزل فيها بطاسة سخنة، هديها لسعة واشوحها على الناحيتين. لازم تاخد لون حلو كده عشان بتبقى احسن واحلى طعم. وهقلبها يمين وشمال، وهكون مقطعه فلفل وطماطم وفلفل رومي الكميه اللي انت عايزاها. مش بقولك قطعي قطعه ولا اتنين زي ما انت حابه، انا هنا قطعت كميه كفايه عشان ازود في الكميه وترمي معايا حبه حلوين. وهزود شويه ملح تاني وشويه عسل تاني عشان اعزز اللون. صلي على حضره سيدنا النبي. انا بعمل ميزانيات من اول 100 جنيه واكلات من اول 10 جنيه، تنفع في التلاجة او حتى خزين في الفريزر. لما الطماطم تتسبك هفضل اقلب فيها تنزل ميتها كلها، هنزل بباقي الخضار. طب انت يا سمر ليه ما نزلتيش بالفلفل مع الطماطم؟ عشان الفلفل ما يكونش فيه روح ويكون فيه عضه كده بيني وبينك، بتدي طعم وجرشه كده في الفوق حلو قوي. صلي على حضره سيدنا النبي. الاكله دي تقدري تعمليها في صينيه بشاميل مع شويه صوص خفيف كده، وتقدري تعمليها حشوات زي ما انا عملت. جبت ب 20 جنيه عيش سوري، وهعمل احلى حشوه. وشويه الجبنه دول كانوا مركونين عندي في التلاجة برضو بقالهم حبه حلوين، وشويه بطاطس. وهعمل عشاء سريع وخفيف وما كلفنيش كتير. وتقدري تحطي فيه جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، تقدري ما تحطيش زي ما انت عايزه. ممكن تستكفي بمكه كاتشب ومايونيز، وبرده هتبقى اكله حلوه وعشاء خفيف. وعايزه اقول لك العشاء ده هتحطي حتى لو معلقه صغيره من الفراخ، شويه بطاطس صغيرين، هتعملي ميكس حلو قوي. السندوتش هيكون مليان بحاجات بسيطه لا تذكر. صلي على حضره سيدنا النبي. اكتبي لي ميزانيتك ايا كانت هي كام، هستنى تقولي لي رايك في الافكار والوصفات اللي انا بقدمها. الاسعار الخضار سعرها لحد ما كويس، الفراخ هي اللي بدات تشد. اعمليها بقى بعيش السوري، اعمليها بالعيش الشامي زي ما انت حابه، وفي كل من حال من الاحوال هي بتنفع. وما شاء الله شكلها حلو، العيال بياكلوها الصغيرين قبل الكبار.